يا مساء الفل يا شباب، جايب لكم اختراع النهارده جميل جدا هيعجبك قوي. بص زي ما احنا شايفين كده، جايبين صندوق ومولعين فيه. رمى رجل الاطفاء قنبلتين جواه في ثانيه اتطفى. هنا عامل لها اختبار وحاططها على ايده، فزي ما احنا شايفين ولع فيها انفجرت على طول. طبعا دي عامله زي الطفايه بتاعت الحريق، نفس الماده بس محطوطه في نظام كوره، ومحطوط لها حاجة معينة ان هي تنفجر كده لما تحس بالنار. هنا في شجرة الكريسماس اول ما ولع فيها راحت انفجرت. طبعا هنا عاملين لها اختبار ان هو بيرميها، فالراجل ده اتخض ان هي هتنفجر فما انفجرتش. لازم تولع فيها النار عشان تنفجر. طبعا هنا حطينا في البوتاجاز، وطبعا انا بتمنى ان تنزل مصر عشان الواحد يجيبها يحطها على البوتاجاز عنده. في ثانية اول ما حست بالنار على طول انفجرت وطفت النار. هي عامله زي الكوره كده، بس ليها نظام حساسات اهو، بيقولك لازم تحس بالنار. طبعا هو بقى الاختبارات اللي عاملينها ليها. هنا بيرميها بالطياره زي ما احنا شايفين كده، نزلت في البرميل مولع في ثانيه انفجرت الطفا. طبعا ده ينفع بيوريك ان هو ينفع للغابات، ينفع للاماكن المقفوله، ينفع لاي حاجه. اهو عاملينها في صندوق وانفجرت. هنا بصراحة لما حطها في العربية عجبتني قوي يعني. امان ملوش حل للعربيات، كل اللي معاه عربية آه، هيفرح جدا بالاختراع ده. بص اول ما العربية ولعت في ثانية انفجرت اهو. الفيديو عن قريب، بص اول ما شمت النار انفجرت اتطفت، بدل ما العربية تتحرق. والعربيات النهاردة غالية والدنيا مش ناقصة اهو. بص هنا برضو الكهرباء في ثانية طفت السلك. هنا هو عامل في صندوق بيجربها تاني. هنا بقى بص ميزتها ان هي حاطينها فوق الكهرباء. الكهرباء انتوا عارفين بتولع بسرعة.